مش مهم ان تحسم قضيه طارق العجمي. الموضوع عندي مش ضروري يتحسم. انا يوم الاربعاء جه المندوب بتاع نادي وادي دجله واتفق ان هو يديني فوق اللي هيديهوني النادي المصري ب 50,000 جنيه. انا رفضت تماما، قلت له عمليه مش عمليه فلوس، احنا بنكون محتاجين فلوس نقدر ناخد من كل الناس منهم النادي المصري. انا مش محتاج فلوس، انا محتاج ان الولد يكون في بورسعيد. كلمني بعدها الدكتور شريف عضو مجلس اداره النادي المصري وتفاهم معايا الامور وقال لي الموضوع خالص بالنسبه للنادي المصري، وانا استجبت لهذا الموضوع وقلت له مفيش مشكله بالنسبه للمبلغ بتاع نادي المريخ. المشكله الاكبر عندي ان ما يخرجش بره حدود البلد، لان لازم يكون اللاعب ده بورسعيد تستفاد منه اولا، ثم منتخب مصر يستفاد بيه كمان، واللاعب هيسمع. النهارده بتفرج على التقسيمه، اللاعب مبدع لاعب يعني خارق فعلا عن اللعيبه بتاعت نادي المريخ. اللاعب فعلا اقوى من لعيبه نادي المريخ. انا كنت عايز اطلعه سنه شويه كمان يخش النادي المصري، الاب بتاع بورسعيد، ولازم النادي المصري شغل الولد ده من نوعيه اللاعب العالمي الموجود حاليا، امثال محمد صلاح اللي مشرف مصر ببازل. فانا قلت 100 مره وبعدها تاني، مهما كان النادي اللي جاي لي ومهما كان السعر اللي جاي لي في طارق العجمي مش هبيع غير للنادي المصري. ده قرار نهائي لحضرتك؟ قرار نهائي ومش هغيره مهما كانت الاغراءات. طب نتعرف برضو بقى، يعني نتحول بقى لنادي المريخ ورؤية حضرتك لنادي المريخ الآن حوالي شهرين ونصف، بداية فترة إعداد اختيار مجموعة من اللاعبين. نعرف من حضرتك وجهة نظرك وأنت كواحد من المدربين السابقين ولست رئيس نادي، واحد من المدربين السابقين اللي ليهم باع طويل جدا مع الأندية في بورسعيد وخصوصا نادي المريخ، وجهة نظرك من فترة إعداد اللي يقودها المدير الفني الكفء كابتن حسام غويبة للفريق الأول نادي المريخ. أنا طلبت بعد تعيين الكابتن حسام غويبة مدير فني، طلبت ان هو يبدا يوم 15/6، قلت له مش عايز اعداد، انا عايز من 15/6 الى 1/8 انك فعلا تدور في البلد كلها الجمهوريه كلها عن لعيبه كويسه مميزه تقدر تدير نادي المريخ. النهارده اتفقنا مع 22 لعيبه كويسه جدا، منهم لاعب من الاهلي عبد الله نصر، في ناس من بتروجيت، ناس من سموحه، ناس من انديه اسكندريه والمنصوره، لعيبه كفء جدا، ده غير اللعيبه البورسعيديه ابناء النادي. عملنا توليفه جميله قوي من اللعيبه. ناقص ايه بقى؟ ناقص الامكانيات اللي تشد اللعيبه دي للفوز. انا اتفقت مع الكابتن احمد الشامي اللي هو اللي ماسك اللجنه الفنيه، هو وكابتن بوبو وابراهيم جوهر، قلت لهم اهم حاجه عندي انك ترصد فلوس المكافئات وفلوس عقود اللعيبه على جنب، ما تخشش تحت اي نطاق. انا عايز زي ما فعلا اداره المريخ السنه اللي فاتت ان اللاعب ياخد مكافئته بعد المباراه مباشره وكل حقوقه تبقى مجابه. دي عند المصداقيه، لازم المصداقيه تكون في نادي المريخ. انا ما املكش في نادي المريخ غير المصداقيه، يعني اللاعب ياخد حقه، المنافسه تشتغل، واحنا السنه دي انا وعدت ان احنا ان شاء الله هنكون ضمن الانديه اللي طالعه الممتاز باذن الله. مدرب كفء انا جبته، جهاز كفء معاه الطزو والغنام، والطزو كمان مدرب كويس قوي، والغنام جهاز كفء، والسيد الناغي اداره ما بتتدخلش في الشؤون الفنيه، مسهله كل حاجه. اللجنه الفنيه بقياده احمد الشام وبوبو وابراهيم مسهلين جميع الاجراءات وجميع المشاكل بيزيلوها في ثانيه. كل الامور مرتاحه بالنسبه لنادي المريخ، ما عادش غير المنافسه، وانا مش هقل على المنافسه. بالنسبه لتدريبات النادي المصري اللي اختتمت يوم الاربعاء وكان اخر تدريب النادي المصري، حاسين من حاجه ان انت حزين على وداع النادي المصري ملعب نادي المريخ؟ تصدقني في هذا انا حزين جدا، واليوم ملوش طعم من غير وجود النادي المصري. انا بحب النادي المصري قوي ودربت في النادي المصري، يعني من ضمن سنوات التدريب بتاعتي سنتين في النادي المصري، وحابب مجلس اداره النادي المصري اللي موجود. ناس حلوه بتفكر ازاي تدير النادي المصري، ناس فعلا قاعده من وقتها ومضيعه من وقتها اكتر من 12 ساعه في اليوم لاداره النادي المصري. انا فرحان بهم قوي، ياسر يحيى وخولي وشريف، فرحان بهم قوي ان هم بيديروا النادي المصري وبيديروا بهدوء. وفعلا النادي المصري عندي انا زعلان النهارده مش موجود. انا بقول لصبري بن يوم، قلت له بقول لي انا فعلا هاجي العب الماتشات، بس عندك الماتشات الوديه والتمرين انا نقلته في الملعب الفرعي، كنت عايز اقول له يا ريت كان كله في نادي المريخ لانكم منورين فعلا نادي المريخ. ده بالنسبه للنادي المصري بالنسبه لتدريباته، وانا فرحان بيه قوي، وبقول يا رب يكون اقرب فرصه اشوفه منها تاني في النادي المريخ.